ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مازن زميلكم في سنه تانية معاكم في الكليه. النهارده جاي اقول لكم ازاي تعرفوا المبنى والقاعه اللي هتاخدوا فيها المحاضرات او السكاشن، لان الموضوع ده مهم جدا ليكم وبيلخبط ناس كتير. فان شاء الله النهارده اوضح لكم كل حاجه. اول حاجه انتوا بتدرسوا في خلال 4 مباني او في اطار 4 مباني، سواء مبنى حاسبات، مبنى بيزنس، مبنى صيدله، مبنى الاكتيفيتي. طبعا لما الجدول ينزل ان شاء الله هتعرف ازاي بقى المحاضرة او السكشن في انهي مبنى من المباني. لما ينزل الجدول اعرف ازاي المحاضرة او السكشن هيكونوا في انهي مبنى من ال4 مباني. حاجة نبدأ بمبنى حاسبات. اي قاعة في مبنى حاسبات بتبدأ ب14,000. الرقم اللي بعد 14,000 ده بيدل على رقم الدور، ترتيب الدور من الادوار يعني، بيكون من 0 ل4. والرقم الاخير اللي هو اخر الرقم بيدل على رقم القاعة في الدور نفسه. مثلا دلوقتي 14/2 ده مبنى حاسبات الدور الأرضي قاعة رقم 2. طيب ماشي، 14/201 ده مبنى حاسبات الدور التاني قاعة رقم 1، وهكذا بقى. نفس المبدأ هنمشي عليه في مبنى حاسبات. تاني حاجة يا شباب، مبنى بيزنس. أي قاعة في مبنى بيزنس بتبدأ ب2000 أو 1000. الرقم اللي بعد الواحد أو الاتنين ده بيدل على رقم الدور من 0 ل4، نفس الكلام نفس الفكرة يعني. الرقم الأخير بيدل على رقم القاعة، يعني مثلا قاعة 2006 دي بتكون في مبنى بيزنس الدور الأرضي قاعة رقم 6. طبعا كل قاعة بيكون مكتوب عليها الرقم اللي موجود بتاع القاعة، يعني كل قاعة بيبقى لها رقم معين اللي هو بيبقى مكتوب عندي في الجدول. 1304 دي الدور الثالث بيزنس، 2405 دي الدور الأخير أو الدور الرابع في بيزنس، وهكذا نفس الفكرة. طيب نيجي لمبنى صيدلة. أي قاعة في مبنى صيدلة بتبدأ ب3000. الرقم اللي بعد ال3 ده برضو بيدل على رقم الدور من 0 ل4. الرقم الأخير بيدل على رقم القاعة نفسها في نفس الدور. مبنى صيدلة الدور الأرضي يبقى 3000، مبنى صيدلة الدور الأول يبقى 300، مبنى صيدلة الدور التاني 3200، مبنى صيدلة الدور التالت 3300. طبعا في قاعات تانية، بس دول المهمين اللي احنا هندرس فيهم كطالب علوم حاسب يعني. ونيجي للمبنى الأخير في الجامعة، AB 201، AB 202، AB 203. دول كلهم في الدور الأخير في مبنى الأكتيفيتي. مبنى الأكتيفيتي ده بيكون جنب الكافيتيريا. أو أغلب يا شباب كمبنى بيزنس، أنت كطالب حاسبات يعني بتدرس يا في الدور الأرضي يا في الدور الأخير. معظم الحاجات يعني لو تروح مبنى بيزنس، مبنى صيدلة بتدرس في القاعات اللي أنا قلتها في الأغلب يعني، مبنى الأكتيفيتي بتدرس في القاعات دي. فأنت إن شاء الله أول لما ينزل جدولك تشوف القاعة، بتحدد بقى في أنهي مبنى، تروح تشوف المبنى تشوف في الدور الكام. عرفت مثلا إن القاعة في الدور الأول في مبنى حسابات، وبتلاقي 14/1. شوف بقى واحد ورقم القاعة مثلا 14/1/05 حاسبات قاعة رقم 5. بس كده، يا رب أكون وضحت لكم الدنيا على قد ما أقدر. بالتوفيق يا شباب.